يا كابتن اسلام، انا اتقنت تمارين الاساسيات وبقيت اجيب عدد كويس في العقله والضغط والمتوازي. ممكن تنصحني العب ايه وابدا ايه في الحركات؟ بس كده، تعال اقول لك تبدا ايه في الحركات. في بدايتك انت بعد ما اتقنت الاساسيات كعقله وضغط ومتوازي بتجيب فيهم عدد كويس، ان انت تبدا في مهارات سهل ان انت تجيبها على طول، مش محتاجه منك مجهود كبير. محتاجه ان انت تكون بتجيب عدد كويس في المهارات سواء في العقله او الضغط او المتوازي. السلام عليكم، اهلا بيكم. معاكم اسلام تعيلة، مدرب علاج. في الفيديو ده هشرح لك شويه مهارات تبدا بيهم بعد ما انت اتقنت الاساسيات، جبت عقله كويس، جبت ضغط كويس، جبت نفس كويس، بتلعبهم بشكل كويس من غير ما تتعب، بتوصل مثلا ل 8 10 عدات. يلا بينا. اول مهاره عندنا هي الالبو ليفر. لو انت بتعرف تجيب ضغط كويس بالشكل ده، هتميل بجسمك. الحركه بتعتمد على الكتف والكوش. تاني مهاره هي ال 6. ما بحطش ايدي ورا، بحطها جنب رجلي، بتقوم. ممكن تبدأها من الطق، بعد كده رجل واحدة وبعد كده تفرد رجلك الاتنين. تالت مهارة هي الهيد ستاند. في بدايتك لما تعملها يا إما وراك حيطة يا إما وراك مرتبة. رابع مهارة هي الفروج ستاند، ودي حركة بتأهلك إن أنت تجيب البلانش. بتحود إيدك زاوية 45 درجة، بتحط ركبتك عند كوعك وبطلع قدام وبثبت. وبكده دول كانوا أسهل مهارات ممكن تعملهم في بدايتك لو أنت ممكن للبول أب أو للضغط أو للمتوازي.